باخد كورس حاليا عن الهيومن بيهيفير او السلوك الانساني او الناس بتفكر ازاي او ايه اللي ورا افكار الناس او ايه اللي ورا قراراتهم. معلومه كده اوقات كتيره جدا ممكن يكون في ناس كتيره مننا عارفينها، قرارات كتيره بتصدر مننا بناء على عقلنا اللاواعي مش العقل الواعي. فاحنا حرفيا حوالي 95% من قراراتنا بتصدر من عقلنا اللاواعي، والعقل الواعي بيتحكم بحوالي 5% بس. يعني قرارات كتيره جدا بيتم اصدارها بناء على مخاوفنا، على التروما اللي عندنا، على حاجات كتيرة أصلا إحنا ممكن تكون بالعقل الواعي عايزين نبعد عنها، مش عايزين نطلع زيها. فضلنا طول الوقت بتشكل مخاوف بالنسبة لنا. لسه كنت بفكر في ده، إن إحنا ناس كتيرة جدا مننا بتبقى عندها مثلا اتربت تربية معينة، إن بتكبر في بيئة معينة، مش حابة تعمل نفس البيئة دي، مش عايزة تطلع بنفس البيئة دي، مش عايزة تكرر مثلا نفس الشخصيات اللي في حياتها. فلما يجوا يختاروا اختيارات معينة يعملوا نفس الاختيارات اللي أهلهم عملوها. فجأة واحدة يلاقوا نفسهم بيتصرفوا نفس التصرفات اللي كان ليها علاقة بالأشخاص اللي هم ما كانوش عايزين يكونوا عليها. فجأة واحدة تفوقوا على ناس حرفيا متفصلة على قد مخاوفكم، تروما حرفيا اللي انتوا عانيتوا منها، بتلاقوا ناس حرفيا بيفصلوا التروما دي في حياتكم. تلاقوا نفسكم بتعيدوا معاهم نفس المشاعر اللي انتوا عشتوا عمركم كله بتهربوا منها. اوقات كتيرة جدا يا جماعة بنحتاج ناخد وقفة كده ونرجع خطوة لورا ونشوف فعليا هل الاختيارات دي بناء على حاجات احنا عملناها في حياتنا خلتنا ننضج، خلتنا نتعافى من حاجات كتيرة جدا. وده مهم جدا 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 جدا. احنا نشتغل على نفسنا، نشتغل على شخصيتنا، نشتغل على اوجاعنا، على مخاوفنا، على ايه اللي احنا عانينا منه طول حياتنا، عشان فجأة واحدة ما نلاقيش نفسنا بنختار اختيارات بناء على الاوجاع بتاعتنا اللي احنا طول عمرنا كبرنا عليها.